السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وراحة بال. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم المبكبكة بس بالكبد والقوانص. هي اصلها بتتعمل باللحمة وفي ناس بتعملها بالفراخ. مفيش اي مشكلة. احنا طبعا بنيجي لاخر الشهر كده وبنكون محوشين شوية كبد وقوانص طبعا من الفراخ اللي بنجيبها. كل ما بنجيب فراخ بنشيل الكبد والقوانص بتاعتها لغاية ما نعملها في مرة كده. فقلت اعملها النهارده معاكم بالمكرونه. طعمها وريحتها في منتهى الجمال. ان شاء الله هتجربوها وتعجبكم باذن الله. تابع معايا الفيديو وما تنسيش تحط اللايك. يلا نسمي بالله ونشوف عملناها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. جبت حله على النار، حطيت فيها شويه زيت واحط معاهم معلقه صغيره كده من السمنه البلدي. حابه تحط زبده زيت بس براحتك. حطيت هنا، نزلت بالقوانص الاول لان طبعا القوانص بتعوز سوا اكتر. وطبعا كنت غسلاها، في حطاها نقعاها في شوية مية وشوية دقيق، ومهم جدا الجنزبيل وليمون وشوية خل وملح، ونقعتها شوية. بعد كده غسلتها وشطفتها علشان بس ريحة الزفارة. اول ما القوانص خدت معايا صدمة، نزلت ببصلية كبيرة متقطعة مكعبات بالشكل ده. نشوح فيها شوية لغاية ما البصلة تدبل معايا بالشكل ده. هنا بقى هنزل بالكبد معايا. الكبد لونها فاتح ليه؟ لانها طبعا انتوا عارفين لما بننقعها في ليمون وخل والحاجات دي لونها بيتغير. مش مهم اللون، المهم بس يحوش ريحة الزفارة معانا. اول ما بنزل بالكبد وبسيبها شوية، ما بقلبهاش على طول عشان ما تتهريش منك. اول بس تاخد صدمة الحرارة، هتلاقيها اتمسكت كده مع بعضيها. نديها تقليبة. ومعايا معلقة صغيرة من الثوم المهروس، بيدي ريحة حلوة جدا. نشوح الكلام ده كله مع بعض كده. نجيب بقى معايا رشة من الفلفل الاسود ونديله تقليبة. وهجيب برضو رشة كده من الكزبرة. والكبد انا مقطعاها كبيرة علشان ما تتهريش منك في الوصفة. حطيت معلقة صغيرة من بتاع التوابل كده من الكزبرة. في الوقت ده لو عايزة تحطي الفلفل اخضر، فلفل الوان زي ما تحبي. انا للامانة نسيت احطه في الاول، فحطيته في اخر الوصفة فاستوى معايا برضو وعطاني ريحة وقرمشة كده جميلة جدا. نزلت هنا بالصلصة بتاعتي بالطماطم. حطيت معلقة صغيرة من السكر، معلقة صغيرة من الملح. انتي لو عندك صلصة وحابة تزودي معلقة صلصة مفيش اي مشكلة. هي بس هنا عشان الاضاءة مطلعاها فاتحة، بس هي ما شاء الله عليها هتشوفوها دلوقتي بعد ما اتسبكت لونها حلو جدا. طبعا بنغطي الحلة، ما بنغطيش الغطا كامل، بنسيبه كده موارب من الجنب علشان يطلع اي بخار. هنا حطيت الفلفل بالشكل ده في الوقت ده كده. عطى ريحة وطعم حلو برضو. حابة تستغني عن الشطة مفيش مشكلة. معايا بقى التوابل: ملح، كمون، كزبرة، فلفل اسود، ومكعبين من المرقة. ليه مكعبين؟ عشان طبعا هزود مية ما فيهاش شوربة. حابة تحط شوربة لو عندك مفيش اي مشكلة. في الوقت ده معايا مية بتغلي في الكتل، هزودها علشان بس تغلي معايا بسرعة. جميلة جدا جدا وطعمها وريحتها في منتهى الجمال. نسيبها بقى لما تغلي معايا. طبعا معيار المية بيكون اكتر بشوية عن المكرونة. احنا عارفين معيار المكرونة اللي بنحطه لما نكون محمرين مكرونة بيبقى فوقيها كده بحوالي عقلة صباع. لا، دي بيبقى فوقيها بشوية كمان، لان هي بتبقى غرقانة كده في الصوص. هنا اول ما بدأت تغلي معايا هنزل بقى بالمكرونة بالشكل ده. بعد ما تحط المكرونة لقيتيها عايزة شوية مية كمان، زوديها. ومرة تانية ان شاء الله هبقى اعملها معاكم باللحمة او بالفراخ بإذن الله. نسيبها بقى كل دقيقتين كده اديها تقليبة بس عشان ما تعجنش. مش هتاخد معاكي 7-8 دقايق على النار وهتكون مستوية. شوفي طرية وجوسي وجميلة جدا 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 وسهلة وكله في حلة واحدة.
وربنا يحسن ما بين ايديكم، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.